في ناس تشابلن الاي سي وتنزله المعالج ويرجعوا يفحصوا الممانعه على الكونكتور فيلاقوا الممانعه برضو او ال. دي حاجه من الاتنين، يا اما المعالج نفسه داخليا هو في قطع، يا اما المسار اللي جوه البورده نفسها مقطوع. طيب علشان اتاكد قبل التركيب، المفروض الكلام ده يبقى قبل التركيب في اي اي سي مش في المعالج بس، انا بتكلم على المسارات اللي هي فيها اي سي واحد، فلو شلنا الاي سي ده المسار بيبقى ممانعته السليمه او ال. المسار ده عشان اتاكد من سلامته اذا هو مقطوع جوه البورده ولا موصل، بعمل ايه؟ ها، حد عنده فكره؟ بقيس ممانعته. بتقيس ممانعته ازاي؟ ما انت قست ممانعته والاي سي راكب، المفروض ان هو يديك ممانعه فليكن 500 اداك او ال، معنى كده ان الاي سي مش راكب او المسار مقطوع، فانت هتشيل الاي سي وتشابلينه وتنزله لقيتها برضو او ال، فانت ممكن يكون عندك قطع جوه المعالج او قطع في المسار جوه البورده. عشان تحسم الموضوع ده ممكن تفحص ممانعه على المعالج ذات نفسه او على الاي سي ذات نفسه، بس ساعات في كومبليكيشن كده مش هعرف اشرحه دلوقتي يعطلك على الموضوع ده. انا عايز اتاكد من سلامه المسار اللي جوه البورده، ده الهدف، انا عايز اتاكد ان المسار اللي جوه البورده مش مقطوع. فانا هعمل ايه؟ لو المسار من الكونكتور لحد الاي سي والاتنين الكونكتور والاي سي في نفس وش البورده، فبيكون سهل عليا ان انا افحص الممانعه ما بين المسار وما بين البن بتاع الكونكتور عن طريق المالتيميتر، ان انا الاقي الممانعه مدياني اصفار ان في شورت ما بين الباده وما بين الكونكتور، والشورت هنا مش معناه شورت مع الارضي، ده شورت يعني معناه اتصال، اللي هو وضع البازر يعني، بس وضع البازر ده احنا ما بنستخدموش. بس المشكلة بقى بتحصل لما يكون مثلا الكونكتور في وش البوردة والمعالج في ظهر البوردة، فانا عايز اقيس الاتصال ما بين النقطة دي والبادة دي سليم ولا مقطوع. صعب جدا عليا ان انا الحق امسك البروبين بتوع المالتيميتر واخلي البوردة طايرة في الهواء كده، ده مش ممكن. ففنيين كتير بتعمل ايه؟ بتروح جايه لحمه حته سلك في الباده تحت الاي سي وتجيبها وتقيس ما بين السلكه وما بين الكونكتور في اتصال ولا لا. لو في اتصال يبقى كده ايه، المسار سليم، لو ما فيش اتصال يبقى المسار جوه البورده مقطوع. طيب حته السلكه دي مع الهز ومع الحركه بتتقطع ساعات وترجع تلحمها تاني، وممكن خطر جدا انها تروح جايه طالعه بالباده نفسها. وكمان لما تيجي تقف عليها بالبروب بتاع المالتيميتر تلاقيها عماله بتلف منك وتهرب منك، وجع قلب. انا هعلمك طريقه سهله تختبر بيها المسار ده. انا دلوقتي شلت الاي سي او شلت المعالج ايا كان الاي سي انا بقول لك تختبر المسار اللي هو هنا نقطه واصله بكونكتور مثلا، فانا لما شلت الاي سي ده اصبح المسار ده ممانعته السليمه او ال. عشان بقى تختبر المسار ده دور حوالين النقطة دي على نقطة أرضي أو نقطة عليها ممانعة، دي مثلا جي ان دي. اعمل لي قفلة ما بين الاتنين دول، انت شايل المعالج، انت مش هتشغل الجهاز، انت بتفحص ممانعة، مفيش فولتيات ماشية في الجهاز. اعمل لي قفلة ما بين الجي ان دي وما بين النقطة دي، وروح افحص لي هنا اذا النقطة دي شرطت مع الارضي ولا لا. لو شرطت مع الارضي يبقى المسار ده متصل وسليم، يبقى خلاص شيل بقى الشورت اللي انت عملته ده وركب معالجك او ركب الاي سي اللي انت عايز تركبه بقى، اي سي، اي اي سي واصل بكونكتور، اي سي صوت بقى، اي اي سي. طيب مفيش حواليه نقطة جي ان دي، دور على نقطة تكون لها ممانعة، يعني دي مثلا ممانعتها 350، شرط معاها، هتيجي تقيس هنا هتلاقي 350، دي ممانعتها 500، شرط معاها هتلاقي ان الممانعة هنا بقت 500. ده حيلة صغيرة كده علشان اعرف بس ايه، ان المسار بتاعي جوه البوردة سليم ولا مقطوع، بس كده.